بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. كل سنة وانتم طيبين. رمضان خلص والعيد خلص وانا ما عيدتش. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني والله. يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل مع بعض فطير مشلتت. بيحبوا الفطير يشجعوني ويدعموني. آه اللهم صل على النبي. الاول عايزه ارد على اختي كده، كتبت لي في التعليقات بتقول لي انت ما نزلتيش المقادير بتاعه القرص. انا كتبت لك وقلت لك ان المقادير بتاعه القرص بتختلف من واحده للتانيه. في واحده تقول لي حط لي نص كيلو قشطه على 5 كيلو دقيق، وفي واحده تانيه تقول لي حط لي 2 كيلو قشطه على 4 كيلو دقيق. فانا ما بيبقى غصب عني ما بعرفش انزل المقادير. ده شغلي يا حبيبتي وده اكل عيشي. اللي بيعوز حاجه بيقول لي عليها واعملها له. مش انا اللي بكلف الحاجه من عندي. كل واحده بتجيب حاجتها وتقول لي اعملي لي كذا واعملي لي كذا. انا ما عليا الا النصيحه. اقول لها هاتي كذا وهاتي كذا، تقول لي لا كتير عليا. لما واحده تقول لي كتير عليا هعمل ايه؟ هكسر بخاطرها واقول لها لا مش هشتغل لك؟ لا، اكبر بخاطرها واعمل لها، هي اللي هتاكل مش انا اللي هاكل. صليت على النبي يا قلب اختك. كل سنه وانتم طيبين وعيد علينا وعليكم الايام بالخير يا رب. دلوقتي بقى هعجن مع بعض عشان انا ما عجنتش قبل كده الفطير معايا. معايا 4 كيلو دقيق، هعملهم 4 فطاير. برضو من ضمن الناس انا بحط على عجينه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بحط على عجينه قولوا معايا بقى الفطير سكر. طيب واحدة تانية تقول لي أنا مش بحب السكر، ما تحطي لي السكر خالص. فهحط لها أهو حبة ملح. عرفتي يا قلب أختك أنا ما بعرفش أنزل المقادير بإيه إزاي. برضو في واحدة تانية في القرص، في القرص، أوردرات القرص، تقول لي ما تحطيليش السكر خالص، مع إن السكر ما بيبانش في العجينة ولا في القرصة وأنت بتاكليها وبيبقى زي الفل. دلوقتي بقى أنا خلت الدقيق، لازم تنخلي الدقيق وتشهديه. تمام. وهنسمي الله كده ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونقول يا رب يا هادي ود الشيطان غادي، ويا بركه بسم الله الرحمن الرحيم. يا بركه بسم الله الرحمن الرحيم. يا بركه بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على النبي. ربنا يجعل الخير في ايدينا على طول يا حبايب قلبي، ويدينا ويديكم الصحه يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. احط بقى كده، مش هتحط الميه مره واحده، انزلي بالميه واحده واحده كده عشان العجينه ما تبقاش آه طريه معاكي. وبرده في معلومه، الفطير ليه مقادير مش ملوش. وبرده نفس الحكايه، واحده تقول لي لا انت حاطه لي قشطه كتير او انت بتحطي اقدام كتير، انا مش عايزاه تقيل. خلاص يا حبيبتي هاتي اللي انت عايزاه وحطيه. انا بقى كده لازم اقوم على حيلي كده. صليت على النبي قلب اختك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. العجينه بتاعت الفطير ما بتبقاش جامده وما بتبقاش طريه. في واحده كده بتقول لي ما تعجنيش في الفطير كتير علشان ما يعملش معاكي عرق. ولو ما عملش معاكي عرق يا قلب اختك مش هتعرفي تفردي فيه، مش هتعرفي تفرديه على الطبليه، هيتقطع مني. رديني قوي في العجن عشان تعرفي تفردي. بعدين هتكلم معاكم شويه. اللي عايز يستفسر على اي حاجه ولا اي حد عنده سؤال يكتبي في التعليقات وانا هرد عليه. مش على بال ما العجينه بقى ترتاح 5 كده. مش هفصل الفيديو معاكم برضو. عايزه ادعي لكل واحده فيكم دعوه كده بجبر الخاطر ورواق البال والحال. ربنا يديكي ويرضيكي ويهديلك العاصي. اللهم امين يا رب. اخواتي اللي كتبوا لي تعليق، ربنا يبارك في عينك اللي شافتني ويبارك في ايدك اللي كتبت لي التعليق يا قلب اختك. يا رب يصلح حالك وحال ولادك ويهديلك الحال ويروق لك البال يا بنت حواء وادم.
قول اللهم امين. اللي دخلت كتبت لي تعليق وقالت لي كلمه تكبر بخاطر، ربنا يكبر بخاطرها. جبرا يتعجب له اهل السماوات واهل الارض، يصلح حالك ويهديكي ويديكي ويرضيكي. اللهم امين. مش عارفه اقول لكم انا قد ايه فرحانه بالتعليقات اللي نزلت لي، والله العظيم فرحانه من قلبي ان التعليقات نزلت لي. اول ما ابتديت اعمل فيديوهات ما كانش بينزل لي اي تعليق، كنت بزعل اقول للدرجات دي الفيديوهات بتاعتي مش متشافه، ولا تعليق صغير حتى يكبر بخاطري. دلوقتي الحمد لله والشكر لله نزل لي التعليقات. بشكر كل واحده فيكم دخلت كتبت لي تعليق. ربنا يصلح حالك يا قلب اختك، ويهديلك العاصي ويروق لك بالك ويديك كل اللي بتتمنيه. ان كان عندك عيال ربنا يهديهم لك، ان ما كنتيش لسه متجوزه ربنا يرزقك بالزوج الصالح اللي يراعي ويتقي ربنا فيك. اللهم امين يا رب. اخواتي وحبايبي بحبكم في الله، كل سنه وانتم طيبين. ربنا يصلح حالكم ويديكم ويرضيكم يا رب. هنزل بقى كده تاني في العجين. حبه الدقيق اللي انا رشيتهم دول بينعموا العجينه معايا شويه. صليت على النبي يا قلب اختك. كل لما تسيبيها تعجني شويه وتسيبيها تفتح حبه بتبقى خفيفه معاكي في العجن، تلاقيها تنعم معاكي على طول. معلش بقى انا مش هعرف اتكلم وانا بعجن. شوفي كل مره ايديا بتبقى نضيفه من العجين. لازم تعجني الفطير كويس قوي. ليه؟ الفطير عايز عجينه مطاطه وفي نفس الوقت ما تبقاش ناشفه، تبقى لينه ان هي تيجي تفردي تعرفي تفرديها وتتفرد معاكي. مش عجن كده وخلاص. يعني في واحده تقول لي ايه يعني ناس اعرفهم يعني، لا انا بعجنها كده نص عجنه، يعني كده ممكن تكون اكتفت بعجنها. افضل اعجن كده الاقي العجينه طلعت فرقعات كده وناعمه، ملمسها ناعم قوي كده. اعرفي ان الفطيره بتاعتك ان شاء الله هتبقى حلوه. صلي على النبي يا قلب اختك. ربنا يدينا ويديك الصحه. وادعوا لي انتوا بقى ان ربنا يصلح الحال واجيب العجاه. نفسي اجيبه يا ولا والله. ربنا يعيني ويقوله واجيبه ان شاء الله. بقالي كام سنه عماله اقول هجيبه ما بيبقاش في نصيبي ان انا اجيبه. ربنا يكتبها لنا كده ويصلحها لنا ونجيبه ان شاء الله، هيريحني كتير. شفتي ايدي ما بتبقاش فيها عجينه يعني زي اول مره. كل لما اقول هجيب العجان يحصل حاجه وما اعرفش اجيبه، يبقى لسه النصيب ما جاش. ان شاء الله هجيبه بامر الله. كل حاجه بتيجي بالتعب يا حبايب قلبي والله، مفيش حاجه بتيجي بالراحه. كل مجتهد نصيب. احنا بنجري وبنجتهد كده وربنا ان شاء الله هيجازينا خير بامر الله. ترتاح بس 5 دقايق كده وهكمل عجن فيها ان شاء الله. صليت على النبي قلب اختك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ريحت العجينه حوالي 10 دقايق ورجعت اهي عجنتها تاني اهو. عجنتها شويه حلوين بقى كده في العجينه. بسم الله ما شاء الله، عامله زي الاسفنجي، زي السفنجي كده. يا مسهل الحال يا رب. هرتاح حب. هي العجينه ترتاح وانا هرتاح. شفت اكل العيش ما بيجيش بالساهل. اكل العيش ما بيجيش بالساهل، ونقول الحمد لله وربنا يعيننا ويدينا الصحه. بصي بقى، في واحده في الفطير
يعني مثلا عايزه تعمل فطير وما هيش عارفه تجيب زيت من نضيف اللي هو الشفاف ده، كريستال، ذره، عباد، اي حاجه، تقول لي اعملي لي من زيت التموين. هقول لها لا، اصل ده فطير مش هينفع تعملي من زيت التموين، افرضي معاها عيال صغير وما هيش مالكه النوى، مش قادره ايدها ما فيهاش ان هي تجيب ازازه زيت من اللي انا عايزاه او من التانيه. هكسر بخاطرها واقول لها لا، بعمل لها اهي. واحده من الناس اهيت، فين الازازه اهي، زيت تموين برضه اهو، هعمل لها بيه. هقول لها لا، مش هقول لها لا، ما اكسرش بخاطر حد، كل واحد ادرى بظروفه وادرى باللي يقدر يجيبه. ماشي يا حبيبه قلبي، صليت على النبي، قولي اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما اقدرش اكسر بخاطر حد واقول لها لا، ده مش هيبقى حلو، ده هيبقى زي العسل ان شاء الله. كفايه ان انا هعمل لها وهتاكل عيالها وترضيهم. العيشه غاليه يا حبايبي، وكل واحد بيمشي على قد اللي في ايده. عايزه تاكل فطير اعجني، مش تعجني عجنه خفيفه كده، ما هتتقطع منك وانت بتفرديها. وعجينه الشتاء غير عجينه الصيف. الصيف بتبقى الدنيا حر، بتبقى العجينه متماسكه شويه، هي كده كده هتفك لوحدها من الحر، انما في الشتاء ما تخافيش منها. هتعملي ايه تاني يا مرتاج؟ هقطعهم بقى. حط كده حبه دقيق على الميزان، وانت بتوزني العجين يا مرتاج بوزنه يا حبيبه قلبي علشان يبقى كله زي بعضه، قد بعضه، موحد. ليه بقى؟ ممكن اعجن 10 كيلو دقيق، يبقى كل واحده لها فيها في العجنه ديت مثلا واحده، واللي لها 2 واللي لها 3، يبقوا العجين ايه؟ يبقى العجين كله زي بعضه. اعوز بس ايدي كده شويه دقيق كده، حلوه. عند الصاج نضيفه زي الفل اهو. حط شويه دقيق كده، شويه زيت قصدي اهو. وتعصي وشها وتحط، تعصي وشها دقيق سوا، مش عارفه الدقيق مركزه مع الدقيق، تحط على وشها زيت ومن تحتها حبه زيت عشان لما تيجي تشيلها من الصاج ما تلزقش معاكي. اهي حبه العجينه، بصي ملبن، شايفه الطراوه دي؟ فرقعات ده اهي، تعرفي كده ان العجينه بتاعتك تمام التمام، لوز اللوز. قطعناهم اهو، وتعصوا وشهم زيت ومن تحت زيت علشان ما يلزقوش ايه منك. تيجي تشيلي تعرفي تشيلي، تعصي وشها زيت كده، ما تكتريش يعني، تعصي بس وشها زيت عشان ما تلزقش في اللي جنبها او ما تلزقش في الصاج اهي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. هظبط بقى الدنيا وعين كل حاجه مكانها كده وايه، وان شاء الله هبتدي في الفعل. ماشي؟ واي سؤال عايزه تساليه وتستفسري عنه ان شاء الله هرد عليه. معايا سمنه على زيت على قشطه اهو، كلهم على بعض. نرش كده شويه دقيق اهو، كل حاجه كده تبقى جنب ايدك عشان ما تقعديش تروحي وتيجي كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. والعجينه ارتاحت، تاخدي الحته العجينه اللي هتاخديها وتغطي، يعني ما تسيبوش مكشوف، لازم تغطيه. تعملي كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، ولا قوه الا بالله. هنفرد بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. طب انت ما بتفرديش على سمنه وزيت ليه يا مرتاج؟ انا يا حبايب قلبي بفرد بالطريقه دي، كل واحد واخد على طريقه متعلمها بيشتغل بيها.
وبعدين ديت مريحاني منها بتبقى ايه قطعه واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. بركه بسم الله الرحمن الرحيم. بركه بسم الله. يا رب بألف هنا وشفاء. افرد فيها كده، وحاولي ما تكتريش برضو ايه دقيق عشان ما تبقاش ايه كلها دقيق. هي رشه على قد الايه الحبه اللي انت هتفردي فيهم دول. لو حسيت ان هي هتلزق منك رش شويه دقيق ماشي. القشطه على السمنه على الزيت سيحتوها. وانت كده فردتي يا ام ريتاش؟ لا لسه يا قلب اختك، بس انا بفردها بطريقه كده معينه علشان الايه الفطيره كلها تشبع من وشها سمنه. بعمل كده وادهن الاحراف حلو. عايزه الاحراف دي تبقى مدهونه كويس. انا ممكن افردها خالص وارش سمنه، لا بس انا عايزه الاحراف ده اهي. لما جربت الطريقه ديت بصراحه لقيت النتيجه في الفطير بتاعها في الفطير حلو. انا كنت الاول بفردها كلها مره واحده وبروح ايه رشه السمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفردي بقى كده تلف حوالين الطبليه كده بالراحه وتفردي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. العجينه زي الفل. بقى ايه هفضل الف كده اهي قلبي. تفضلي تفردي كده وتركزي على الاحراف. اهم حاجه الاحراف ديت ما تبقاش تخينه اهي قلب اختك. افردي الاحراف الاول قبل ما ترققي اللي في النص. ليه؟ عشان تتحكمي فيها. بعد كده بقى تعملي كده اهو اهي اهي. تعملي كده تجيبي من النص اهو وتفردي. يبقى انت كده اتحكمتي في الاحراف الاول. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. ولو اتقطعت منك مش مشكله ما يهمكيش. ايه رايكم؟ ايه رايكم في الجمال بقى ده؟ اهو. ايه رايكم؟ استاهل منكم تشجعوني ولا لا؟ اهو. تفضلي بقى تعملي كده اهو. طبقتي اهو. بصي التطبيق. تفردي كده وتفردي. ولو اتقطعت منك ولا يهمك ولا يهمك. اهم حاجه اللي في النص ما تتقطعش. تروحي رشه يا قلب اختك. في المرحله دي بقى هترشي عشان ما تكتريش السمنه. حافظي كده على حاجه وانت شغاله عشان يبقى اختك ديت حاجه ناس. كده بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. تفردي من هنا برضو الاحراف. بسم الله ما شاء الله. انا بفرد بسرعه بس انا ايه علشان اوريكي طريقه الفرد. جيبي الجنب ده على الجنب ده اهو. وتركزي برضو على الاحراف. ما تكتميش الفطيره، خلي فيها هوا كده.
مبقاش فيها سمنه باخد من هنا احط هنا اهو بايدي كده اهو يا قلبي. شوفي فيها هوا. هنا بقى بصي الحرف ده تفردي كده اهو، ما تخليش الحرف تخين، خلي الحرف دوت كأنك بتاكلي في نص الفطيرة بالظبط اهو اهو، خلي فيها هوا هوا اهو. الموضوع مفيش اسهل منه، بس انت قومي كده تنشطي واعملي، فرحي العيال كده واعملي لهم، اعملي لهم فطرتين ثلاثه كده وانا عملت لكم فطير يا ولادي، وفرحوهم كده يا قلب اختك. حاجه غاليه، طالما بتعرفي تعملي الحاجه اعمليها ووفري انك انت تجيبها من بره اهو يا قلب اختك. ونيجي على الطرف دوت برضو ونفرد مش عايزين فيها اي كلاكيع، اي كلاكيع لا اهي، ونظبط. شوف احنا طبقناها كام تطبيقه، لسه كمان فيها تطبيقه كمان. كل تطبيقه برش سمنه من اللي معايا، السمنه اللي موجوده معاكي بقى قشطه سمنه زبده اللي موجوده معاكي على حسب ما انت بتشتغل. كل واحد بيعمل حبه قلبي على قد ايده. يعني لو انت بتعملي شغل ما تكسريش بخاطر حاجه اهي. بصي بقى التطبيقه اهي، واحده اهي هتعصيها برضو كده مدى الأمنية بإيدك بقى اهي. واحدة كمان اهي، اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وهتاخدي الطرف ده كده اهو وتظبطي، اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، اللهم صل على النبي اهو كده. شفت طبقناها كام تطبيقة؟ اللي بتعرف تعد فيكم بقى تعد. هتعملي ايه بقى تاني؟ الصاج بتاعك نضيفه زي الفل اهو، شوفوا نضيفه زي الفل. هترشي كده اهو حبه سمنه كده من اللي انت مسيحاها، ما تكتريش، ما تغرقهاش سمنه اهو حطها جنب. هتاخدي الطرف ده على الطرف ده، وتاخدي الطرف ده بس على الطرف ده اهو، وتروحي قلب عليكي بالراحه 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 كده اهو اهي. شوفي اهي، شايفه الكاميرا اهي. يا رب تكون بس الحاجه واضحه لكم، مش عارفه اقرب لك الكاميرا اكتر من كده، انا هقرب لك بقى اهي يا قلب اختك. العروس برضو وشها سبت اهي. يا رب تكون واضحه اهي. شفتي خليكي شاطره وقومي اعملي اهو. ده على حسب ما انت دقيق مش كتير اهو، طالما هتفرق معايا ملوش لازمه ان انا اكتر الدقيق. لو عوزت حبه كمان هحطه، لو حسيت ان هي هتلزق هحط حبه من تحت اهي. لما طول ما هي ماشيه معايا كده خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. وتحط ايدك في السمنه وتحط ايدك في القشطه، وربنا يجعل الخير في ايدك على طول اهو. احنا شغالين بايدينا يا حبايب قلبي، الشغل دوت ما ينفعش كوينتات وحاجات من دي
صل على النبي. الايد الشقيانه كسبانه. اللهم صل عليك يا نبي. اللهم صل على النبي. الايد الشقيانه كسبانه يا حبايب قلبي. اهي ربنا يدينا الصحه ونشتغل ونعمل. يكفينا شر المستخبي. ربنا يكفينا شر المستخبي يا رب. يا رب ما يدخل عليكم هم ولا غام، يسترها معانا ومعاكم يا رب. اهو يا حبايب قلبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. بصوا في الجمال. شوف الحلاوه. استاهل لايك ولا ما استاهلش؟ والله العظيم استاهل يا قلبي. يا رب اللي يعمل لي لايك يفرح. شفت الجمال؟ شفت الحلاوه؟ بص بقى رش السمنه كده على الوش. اهي اهي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. شوفي اهي. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. رايك؟ ايه رايك؟ استاهل لايك 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 لايك. ونعدي عليك الفيديو قلب اختك وانت مش شايفاني ما تعرفينيش. لو عدى عليك الفيديو بتاعي اعملي لايك وشير واشتراك في القناه عشان تشجعيني. يا رب يكون استفدتي لو بمعلومه صغيره واستفدتي منك. يا رب تكون استفدت بمعلومه ولو حتى تكون معلومه صغيره. مش هفرد الاحراف بتاعت الفطيره دلوقتي كده كلها زي ما عملت الاول مره وثاني مره. ليه؟ العجينه ريحت معايا. الحته اللي هفردها كويس وهتنيها وهروح فردها اهي. تفرد براحتها. بسم الله الرحمن الرحيم. لو اتقطعت ما يهمكيش. لو اتقطعت ما يهمكيش. اهم حاجه اللي في النص اهي. هفرد بقى الحته ديت وايه واتنيها. واتني كده. عجينه ريحت. لما تكون العجينه مريحه معاكي ما تفرديش الفطيره كلها على الطبليه. افردي حته واقلبي وارجعي افردي غيرها علشان ما تقعش منك كده على الارض وتعبك يروح فوق على الفاضي. اهو يا قلب اختك. اهو افرد كده اهو. افرد واقلب. واقلبي عسل اهي اهي اهي. يا رب تكون الفيديو عجبكم وخدتوا مني اي معلومه. العجينه كده خلاص الحمد لله الاربعه خلصوا. هسيب العجينه بس ترتاح ربع ساعه. يا رب يكون وصل لك اي معلومه من الفيديو واكون عند حسن ظنك ان شاء الله. واعملي لي لايك وشير واشتراك في القناه. انا بقى هسوي الفطير. هقول لكم برده الفطير بس بعد ما اخلص. انا صورته قبل كده في القناه. سويته قبل كده في القناه. مش عارفه متلخبطه ليه والله. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي.
ويعود علينا وعليكم الايام بالف خير يا رب، وربنا يديكم الصحه. وبشكر تاني وتالت وعاشر لكل اللي دخلت لي عملت لي لايك. ربنا يكبر بخاطرك ويصلح حالك، وتسلم لي ايدك الحلوه وعينيك الشوافه يا قمر. كل سنه وانتم طيبين. اتفرجي على الجمال والحلاوه، اتفرجي شوف كده الارضيه عامله ايه. اللهم صل على النبي، اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. الإدام بتاعته مظبوطة 100%، ولا سمنته كتير ولا أي حاجة، زي الفول. لقمة تاكليها تعرفي تاكليها. وإن عجبك الفيديو ما تنسيش في لايك وشير واشتراك في القناة. كانت معاكم أختكم موريتان.